من بعد اكثر من 50 سنه ديال المعاناه سال المسلسل ديال الصحراء المغربيه باعتراف مجلس الامن الدولي او باعتماد مجلس الامن الدولي بمبادره الحكم الذاتي المغربي. وهذا الانتصار الدبلوماسي جاء باش يعزز المكانه ديال المغرب اللي ولا رقم صعب في الساحه السياسيه. ولكن اليوم ما غنهضروش في السياسه، ولكن غنهضروا في الجانب الاقتصادي، كيفاش هذا الاعتراف الدولي بسياده المغرب على صحرائه ممكن ان يكون واحد الانتعاشه اقتصاديه خطيره جدا. اولا من بين لي سيكتور اللي قدروا ينتعشوا هو السيكتور ديال البي تي بي. اولا غادي يتم تسريع وتيره بناء ديال الميناء الداخله، وكذلك الطرق غادي يعرفوا واحد الانتعاشه كذلك. فالشركات ديال البي تي بي غادي يكون عندهم بزاف ديال المشاريع في الصحراء. الشركات ديال البي تي بي غادي يستافدوا من دي مارشي بوبليك اللي غادي تلونساو في القريب العاجل في الصحراء المغربيه، وهذا الشيء غادي يخليه انه يكون عندهم واحد الربح، واحد العائد مالي سنوي مهم جدا. وكمستثمر هذه اشاره قويه باش نحط فلوسي من غدا في سوسيتي في سيكتور دو بي تي بي غادي ياخذوا لي مارشي بوبليك الصحراء المغربيه وديما المغرب.